قال لك وريه وريه ولا مسير وخليه. دابا شكون الخاسر؟ واش المنتخب المغربي ولا خسر الشعب المغربي؟ هذا سؤال ما عندكمش الجواب، انا غادي نجاوب في بلاصتكم. اللي خسر دابا هو الشعب المغربي دائما وفي كل سنة، وسبحان الذي لا إله إلا هو تتصادف الأشياء، لا توجد مصطلحات للأسف. واحد العام باقي كنعقل، كنا لعبنا مع فرنسا وزادوا علينا في الحليب 10 ريال. اقسم برب الكعبه كان الحليب ب70 ريال. كنت جالس مع واحد صاحبي في واحد القهوه، هو مول القهوه، وقال لي جيب لي الحليب، ما كانش، وكنت انا قابل خدامه وكنجيب لهم الحليب هذيك الليله ديال الماتش مع فرنسا. مشيت جبت الحليب وانا نلقى 4 درهم. قلت له او ماي جاد اش تخربيق، كيفاش 4 درهم اصاحبي؟ قال لي هو 4 دراهم. جبت ليه داك الحليب. ما عليناش. دابا واش في اخباركم باللي تزادت 10 ريال في دانون اللي انا اصلا ما كنشربوش، وقاطعوا وتابعنا واحد النظام اللي على بالكم. كل عام كيستغلوا العقليه الضعيفه ديال المواطن المغربي وكيلاهيوه بكرة القدم وكيزيدوا عليه. دائما كل عام كيزيدوا عليه في بزاف ديال الحوايج، والمواطن المغربي مسكين على قد عقله كيخرج وكيشجع وكيظن في بالو باللي راه لا شجع الكرة راه هو مواطن صالح، وهذا اكبر غلط. وحنا ما كنشجعوش كرة القدم، وربما حنا وطنيين عليكم نتوما وعلى بزاف ديال الناس، ولهذا كنديروا هاد الفيديوهات، ولهذا كنهضروا في السياسه، ولهذا كنحاولوا نفيقوا واحد القوم اللي ما بغاش يفيق اصلا. عندنا نقدروا نديروا محتوى اخر، نقدروا نتسطاو عليكم، لاننا اصلا حتى هذا المحتوى يعني انا شخصيا ما قادرش عليه. يعني انا اعوذ بالله نقول ثاني ما قادرش، ما عنديش طاقه لهذا المحتوى. يعني انا من الافضل ليا بالنسبه للمستوى ديالي او المحيط ديالي او النيفو ديالي كيفاش كنعيش، يعني خاصني نكون مجرد شخص تافه يتكلم كباقي الناس الطبيعيين، يعني الحمقى اللي موجودين في هذه البلد، لانني انسان بسيط لاقصى درجه اكثر ما تتخيل. يعني هذا المحتوى اصلا كيضرني انا، فهمتي؟ ولكن داكشي عندي في الدم، انا ما عرفتش راسي انا بحال هكا. كنبغي نفيق معايا وحدين اخرين، ولكن للاسف ما بغيتوش تفيقوا، بقاو تابعين كرة القدم. دابا راه اللعابه مخلصين، المنتخب مخلص، اللي ماشي كيتفرج مع راسو في ميريكان راه مخلص عيش الحياه. والشعب المغربي هو الخاسر الوحيد، لانه زادوا عليه بزاف ديال المواد اللي اصلا هي بالنسبه لي ممنوعه. هادشي اللي قدرت نقول.